السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا على التأخير، ولكن أنا الهارد ديسك بتاعي اتفرمط، والفيديو ده بعمله لك على أساس إن أنت تخلي بالك من الداتا بتاعتك لا تتفرمط هي التانية. طيب، هي إيه اللي حصل واتفرمط إزاي الهارد ديسك؟ مبدئيا يا باشا، أنا بستخدم برنامج رافس أو ريفوز. ده البرنامج ده بيعمل لي فلاشة بوت. تمام، وادي فلاشتي والايزو بتاعي اخترته MBR وGPT اهو، وضغطت على كلمة بدء هنا او جو، وبيظهر لك العلامات دي. بعد ما بختار كله، انا متعود ان انا اختار كل الخيارات اللي قدامك دي. تمام، واوكي، وسبت الجهاز خلص، رسترت الجهاز وساب الفلاشة في الجهاز. انا عندي البوت بيشتغل في الفلاشة في الجهاز، اول ما بيفتح بيدخل اوتوماتيك على USB لو USB واصل في الجهاز. انا نسيت الفلاشة راكبة وسبت الجهاز، قمت عملت نسكافيه وجيت ببص، فجأة لقيت الجهاز فتح ويندوز جديد خالص، نفس اللي موجود قدامك ده كده، واخد بالك؟ بس بدون اي داتا ولا اي حاجة. ازاي؟ وايه اللي حصل؟ اللي حصل بسبب الخيار اللي قدامك ده كده. برضو نفهم ايه يا عم احمد، وايه اللي حصل معاك؟ اللي حصل ان انا دخلت هنا كده، لقيت البارتيشن ده كله، الهارد ده هارد ديسك 1 تيرا عليه الشغل بتاعي كله طار. دخلت لقيته فاضي تماما، ما لقيتش فيه ولا ملف. يا دوبك ان انا ركبت الفلاشه بتاعتي اللي عليها الداتا كلها 512، نقلت ال 512 لهنا حطيتهم هنا، اللي عليها شغل كله، والشغل القديم والمهم كله اللي هنا كله طار، بما فيهم حاجات مهمه خاصه وشغل المؤسسه والمكان والسوق، كل شيء طار. طيب المهم، هل رجعت الداتا؟ رجعت الداتا وما اشتغلتش بجميع الطرق وجميع البرامج، ما اشتغلتش الداتا، والهارد اللي عندي عامه ما بيدعمش استرجاع، فقصه كده يعني. المهم، اشرح لك بقى الخيار ده ايه لازمته. انا هنا عامه مش بشرح لك برنامج ريفوس لان انا شرحته قبل كده، ولكن الخيار ده يا غالي بيقول لك، انا يمكن هو كاتب كمان هنا بالعربي، اذا كنت تستخدم هذا الخيار فيرجى التاكد من فصل كل الاقراص. شفت؟ هو كاتبها لك ايه، انا ما خدتش بالي من الكلام ده كله. باختصار شديد، انا عندي الهارد ديسك رقم 0 هو الهارد اللي عليه الداتا بتاعتي، والهارد ديسك اللي هو رقم 1 اللي اصلا المفروض يكون عليه الداتا ظاهر عندي ان هو الام 2، بمعنى اصح عشان تبقى المعلومه عندك كامله برضه. انا هنا كده كليك يمين مانج، ودخلت على ديسك مانجمنت هنا. شوف هنا كده مكتوب ايه، ديسك 1 ديسك 0 ديسك 1، دي الهاردات اللي عندي في الجهاز. عندك هنا ديسك 0 جايب لي الهارد بتاع الداتا، لان الجهاز ما كانش فيه ام 2، لما جبت له ام 2 الام 2 ظهر رقم 1. فلما عملت الفلاشه بوت وفعلت الخيار ده، ويا ريتني ما فعلته، ده اهو راح داخل اوتوماتيك طير البارتيشن او الديسك اللي هو 0، اللي هو ده، وزيرو ده هو اللي عليه الايه يا جميل، اللي عليه الداتا عندي. طيب خليك انت مثلا دخلت استخدمت الخيارات دي كلها وبصيت هنا لقيت ان ده اللي عليه الويندوز بتاعك، خلاص هيدخل يثبت على اللي عليه الويندوز، والداتا بتاعتك اللي هنا اللي هي رقم 1 ملناش دعوه بيها، مش هتتفرمط. بس برضو في نقطه، ما تضمنش انك تروح لحد تاني تثبت عنده مثلا ويندوز وكده ويدخل يروح مفرمط على طول، يبقى عنده نفس المشكله اللي عندي. ايه هي المشكله؟ الهارد اللي عليه الداتا يكون رقم 0 مش رقم 1. واضح كده الامور معاك؟ طيب، في ناس حتى انا لما دخلت قلت يمكن يكون في حد شرح القصه دي، لقيت الناس بتقول لك ان هنا يا دوبك بس ان انت بتعلم الخيار ده على اساس ان هو يثبت لك ويندوز برو او ويندوز هوم او ايفوليوشن مثلا او انتربرايز او اي خيار تخليه يثبته اجباري. لا، هي القصه مش كده. القصه في ان هو هيشمل لك الكورس بتاعك او الهارد بتاعك رقم 0 هيطير، بغض النظر بقى انت هتثبت برو هوم ايا كان، بس الداتا بتاعتك طارت. فده اللي حصل معايا، والفيديو ده علشان خاطر اقول لك النقطه دي عشان ما تقعش فيها انت كمان. اوعى تعلم على دي. تمام، تعالى بقى باختصار شديد اشرح لك حاجه على السريع كده. مبدئيا انت بتختار الفلاشه من هنا وتختار الايزو بتاعك من هنا وتضغط على زرار الاي، حرف الاي مع الت واي، تمام كده، يعملها لك MBR وGPT. طب الخيارات اللي موجوده هنا دي اللي قدامك دي، ده بيعمل لك ازاله المتطلبات بتاع السكيور بوت والرام والTBM اللي هو الاصدار الثاني علشان تثبت ويندوز 11 على اي جهاز من الاجهزه الغير مدعمه. فبتعلم الخيار ده.
لما بتعلم على الخيار ده بيلغي لك شاشة الدخول اللي بتطلبك بحساب مايكروسوفت، بيعدي منها كأنك عملت لوكال يوزر مثلا، بعيد خالص عن الانترنت والكلام ده كله. اللي بعدها هنا دي، وخلي بالك الخيار اللي تحت ده مش هيتفعل الا لما تفعل الخيار بتاع اليوزر ده. فانا دايما بعمل كده عشان يسهل عليا، وبكتب اليوزر بتاعي زي ما انت شايف كده بيعلمه معاه اوتوماتيك اهو كده، خدت بالك؟ طيب فانت بتكتب اسمك هنا بحيث ان يعمل لك الويندوز اوتوماتيك باليوزر بتاعك، ويتخطى حساب مايكروسوفت، ويتخطى التي بي ام والسكيور بوت. تمام كده؟ يبقى معنى كده ان انت عملت ملف اجوبه اوتوماتيك، وانت بتثبت الويندوز الجهاز هيفتح معاك على طول. بس هيبقى بقى حاجه واحده بس، ايه هي؟ الخيارات بتاعه الاقليم اللي هي اعدادات اللغه بتاعتك، الوقت والتاريخ. فبتعلم عليها هنا بيروح مكملها لك. وهنا تعطيل جميع البيانات اللي هي الاسئله بتاع الخصوصيه والتتبع والموقع والاعلانات، معرف الاعلانات والكلام اللي هو بتاع مايكروسوفت ده، يعني كلام فاضي يعني. المهم تعطيل التشفير التلقائي اللي هو البيت لوكر بتعلم عليها برضه. وده بقى خيار مهم جدا 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 الى ابعد الحدود. الخيار ده باختصار شديد، انت ممكن تجيب مثلا، انا راجل زهقت من الويندوزات بتاع الكوكب ده كله، ايا كان المطور جربت كله واتخنقت منهم. فاعمل ايه؟ دخلت جبت نسخه ايفوليوشن اللي موجوده اللي عندي دلوقتي دي من مايكروسوفت رسمي فاضيه بيور، وبعد ما نزلتها عدلت عليها شويه، وبعد ما عدلت دخلت هنا ولغيت ايه؟ الخيار ده، فعلت الخيار ده. لما بفعل الخيار ده بيقفل او بيحذف الكوبايلوت اللي هو بتاع مايكروسوفت، وبيحذف لك الوان درايف والاوتلوك، وبيفعل لك بقى الخصائص اللي هي كأن من الاخر الويندوز بتاعك بقى لايت، بيسهل عليك الدنيا شويه، تبقى الدنيا معاك سريعه في الفتح والقفل والاستخدام يعني، اللي هو الخيار ده. فالخيار ده مهم جدا. تمام. اللي بعده ده اوعى ثم اوعى ثم اوعى تعلم عليه. ليه؟ لان الخيار ده كان سبب في ان هو يشمل الهارد اللي عليه الداتا بتاعتي. خلاص كده المعلومه وصلت. معلش لو في حاجه غلطه عندي ولا حاجه حد يصحح، مفيش مشكله. مع العلم مفيش عندي غلطات الحمد لله، وما تغلطش الغلطه اللي انا غلطتها، وخلي بالك من الداتا بتاعتك، لان ما يقعش الا الشاطر، ونشطر شاطر الحمد لله. يلا على الله، السلام عليكم.